السلام عليكم. الحديث عن القدر والسؤال الخالد: هل الإنسان مخير أم مسير؟ غالبا ما يقود إلى سؤال آخر يستثمر فيه الملحدون كثيرا: كيف يعاقبكم على شيء قد كتبه هو عليكم؟ ومن الواضح طبعا أن هذا السؤال يستثمر في جواب أن الإنسان مسير. أما إذا كان الجواب بأن الإنسان مخير، فالاستثمار يكون في وجود آيات توحي بعكس ذلك، وهنا يتم التشويش من جهة أخرى. وسؤال الإنسان مخير أم مسير من الأسئلة الكلاسيكية الخالدة على مر الأزمان. تتعاقب الأجيال ويتطرح هذا السؤال دون جواب شافي على ما يبدو، والسؤال ملغوم أكثر مما يبدو للوهلة الأولى، فهو يطرح بطريقة تقود إلى جواب من اثنين، وفي الحالتين ثمة ألغام على طريق مثل التي أشرنا لها، إضافة إلى أسئلة أخرى من نوع: هل جعل كل هؤلاء المجرمين يفعلون إجرامهم بنفسه؟ الأسئلة ملغومة وغالبا تترك بلا جواب كي لا ينفجر اللغم، لكن اللغم الذي يترك عادة ينفجر لاحقا بكل الأحوال. بالنسبة لكثير من الملحدين، قضية القدر لم تكن لغزا عصيا لم يفهموه في البداية فحسب، بل كانت أيضا مخدرا تم استخدامه لجعل الناس يستمرون فيما هم فيه، وهذا حقيقي. أحيانا مفهوم القدر يمكن أن يستخدم لذلك. وللوضوح، ثمة فرق كبير بين استخدام القدر كمسكن للآلام وبين استخدامه كمخدر. القدر يمكن أن يكون مسكنا جيدا للآلام، وكلنا يحتاج إلى ذلك في مواجهة أزمات شخصية لا تخلو منها حياة الإنسان، لكن المسكن يخفف ألمك ولا يلغي وعيك. المخدر يلغيهما معا، يلغي شعورك بالألم وكذلك وعيك بالمشكلة. وهنا الجزء الذي يفارق الاستعمال الطبيعي الإيجابي لفكرة القدر، أي عندما تتحول من مسكن إلى مخدر، وهو أمر لابد أن نعترف أنه حصل وبإفراط مع شعوبنا ومنذ قرون، حيث بررت الكثير من الأحداث والكوارث والظلم بغضب الله ومشيئة الله، وكان هذا بمثابة إشعار بعدم محاولة التدخل لتفسير ما حدث أو محاولة تغييره. من أنت حتى تفكر بتغيير قدر الله؟ لا طبعا، لن تحاول. وكان من الواضح أن ثمة استغلال للأمر بهذا الاتجاه. أخذ الكثير من الملحدين موقفا حاسما، لكن ليس من هذا الاستغلال، ليس من المفهوم السلبي للقدر، بل من الأمر برمته. أغلب من يطرح سؤال هل الإنسان مخير أم مسير يطرحه ويرغب بجواب واضح: هذا أو ذاك، نعم أو لا. للأسف هذا الجواب الحاسم القاصم لا وجود له، لأن حياة الإنسان أعقد بكثير من أن تختصر بجواب من نوع الأبيض والأسود. وهكذا فإن ما قد يبدو للوهلة الأولى من تناقض بين النصوص القرآنية عن القدر هو في الحقيقة ليس تناقضا، بل هو تعبير عن التداخل بين التسيير والتخيير في حياة الإنسان. ثمة أمور لا خيار لنا فيها للأسف. نولد في مرحلة زمنية معينة، في وطن معين، لأبوين محددين، ضمن أسرة معينة. لا خيار لنا في أي مما سبق، وهذه ليست أمور عابرة في حياة أي منا. عبر الوالدين نحن نرث مجموعة جيناتنا التي تشكل أكثر بكثير من مجرد لون العين أو البشرة أو الطول. الكثير مما نتفاخر به من ذكائنا هو في الحقيقة ناتج عما ورثناه من أبوينا. كذلك والأمر بالنسبة لمواهبنا وتفوقنا في أمور بعينها. قد لا يظهر الأمر عند أي من أبويك، لكنه ظهر عندك. الكثير من صفاتنا الشخصية أو من شخصيتنا بشكل عام يمكن إرجاعه إلى جيناتنا. بعض الدراسات تقول أن حوالي 40% يرجع إلى الجينات، وهذا كله يتفاعل مع الظروف المحيطة حولك. تسلسلك بين أخوتك يلعب دورا مهما، وجود والديك، الطبقة التي ولدت فيها، دور الجد أو الجدة أو الأقارب المؤثرين، الثقافة الأوسع التي نشأت فيها ضمن البلد الذي ولدت فيه، استقرار بلد أو اضطرابه، كل هذا يتفاعل مع جيناتك، يساهم في تكوينك الشخصي دون أن يكون لك أي دور فيه على الأقل بضع سنوات تأسيسية من عمرك. بعض الصعوبات التي تواجهها في حياتك المبكرة تكون تحديات تظهر بعض ما ورثت من استعدادات، والبعض الآخر من الصعوبات قد يفعل العكس. بعض التشجيع الذي تتلقاه في طفولتك قد ينمي استعدادات على حساب أخرى. وجود تنافس بينك وبين أخوتك على إرضاء أمك مثلا قد ينمي روح التنافس عندك طيلة حياتك. حرصك على رضاها بطريقة معينة قد يجعل هذه الطريقة تستمر معك إلى النهاية.
هذه الخلطة معقدة جدا في التفاعل بين الجينات وبين الظروف. النسبة بين كم من الجينات وكم من الظروف الخارجية لا يمكن تحديدها بدقة، وتتدخل في تحديد النسب أيضا سلسلة متداخلة من الجينات والظروف. في النهاية هذا كله يحدث لك ويحدث بك ويحدث فيك، وأنت تكون خارج نطاق السيطرة على ما يحدث. هذا كله يكون منطقة يمكن تصنيفك فيها بأنك مسير تماما، وستأخذ أشياء كثيرة من هذا التسيير إلى المنطقة التي تكون مخيرا فيها. بعبارة أخرى، ثمة مرحلة زمنية تأسيسية من عمرك ربما إلى حد 10 سنوات أو أقل أو أكثر قليلا، هذه المرحلة تكون مسيرا فيها باعتبارات عديدة، ولكن ولأنها تأسيسية فإنها تمنحك عدة متنوعة ستستثمرها في رحلة حياتك اللاحقة. بعد هذه المرحلة سيكون هناك مناطق أخرى تعتمد على وعيك بنفسك وبدورك في الحياة، وسواء كنت تعتبر هذا تخييرا منك أو كنت فقط تعيش حياتك لتثبت نفسك أو تثبت ما أخبرك مجتمعك ومحيطك أن عليك أن تفعله، فإن ثمة مجال أوسع للخيارات في هذه المرحلة. وليس الأمر سهلا أبدا، بل يشبه صراعا داخليا مع نفسك ورغباتك وإرادتك، وصراعا خارجيا مع محيطك وبيئتك. في الحالتين حتى هذا الاختيار قد تدخل فيه عوامل مسبقة عديدة، مثل ما تربيت عليه وما تشكلت عليه في السنوات السابقة، كما أنك قد تذهب إلى خيار معاكس لما حاولت البيئة قولبتك عليه كرد فعل نتج عن تفاعلات أعقد مما يبدو. هناك مفترقات طرق كثيرة في حياتك، وستختار أنت أي طريق تسلك، لكن هذا الخيار لن يكون خالصا بملء إرادتك الحرة إلا نادرا. غالبا هناك ظروف تتفاعل معها وتقود إلى هذا الخيار. إذن سؤال هل أنت مخير أم مسير لا يمكن الرد عليه بالسهولة كما يرغب السائل غالبا. هناك مزيج من التسيير والتخيير في حياة كل منا، وتختلف هذه النسبة من مرحلة إلى أخرى ومن مفترق طرق إلى آخر. لكن التسيير في هذه الحالة لا يشبه الفكرة التقليدية السائدة عن المكتوب على الجبين الذي لابد أن تراه العين. التسيير هنا ليس شيئا قد كتب عليك بأنك يجب أن تفعله في عالم ما وراء الطبيعة، بل هو تفاعل مستمر مع ظروف خارجية لديك القليل للتحكم بها. علميا وبقدر تعلق الأمر بعلم النفس، صار الحديث عن الإرادة الحرة المطلقة خرافة أيديولوجية ليبرالية. العلم يزيح الستار أكثر فأكثر عن كمية محددات مسبقة يملكها كل منا، ولا يعني هذا الاستسلام الجبري لأي واقع، فهناك هامش تغيير حقيقي، لكن حتى هذا الهامش تتدخل فيه العدة المسبقة. إذن حجة الملحدين لماذا كتب الله عليك شيئا ثم عاقبك عليه ليست فعالة حقا إلا إذا فهمنا المسألة جبريا، وهو للأسف فهم سائد في ظل غياب لغة واضحة تفصل الأمر المتشابك في سؤال التخيير والتسيير. هناك 3 إشكالات ينبغي توضيحها. الأول، هناك خلط بين مفهوم العلم المسبق والقدر. الله يعلم مسبقا ما ستفعل وما ستختار، وذلك ضمن علم غيبه، هو خارج الزمان والمكان، ومعرفته بما ستختار في حياتك قبل ولادتك ناتجة عن علمه الذي أحاط بكل شيء، ولا علاقة لذلك بكونك مسلوب الإرادة تجاه ما تختار. يمكنك أن تختار شيئا ما في اللحظة الأخيرة ويكون هو قد علم ذلك أيضا. المثال الشهير الذي يقرب الفكرة هو أستاذ المدرسة الذي يعرف مستوى طلابه جيدا، ويعرف غالبا عندما يضع الأسئلة كيف سيكون أداء كل منهم. إذا كان الأستاذ قد توقع أداء طلابه على نحو صحيح والله المثل الأعلى، أفلا يعلم الخالق الخبير ماذا سيختار كل منا قبل حدوث الخيار أصلا؟ أما القدر فهو أن كل شيء من المحددات والمعطيات التي تؤثر فينا، من الجينات إلى ظروف البيئة المتغيرة عائلية ومحلية ودولية، كلها محسوبة بدقة بالنسبة له، رغم ما يبدو من عشوائية بالنسبة لنا. الثاني، سؤال الهداية. النص القرآني يقول في أكثر من موقع الله يهدي من يشاء. إذا كانت الهداية إذن بيده وبيد مشيئته، فكيف يمكن أن يحاسب شخص ما على أنه لم يهتدي وعكست أفعاله عدم هدايته؟ للأسف هذا السؤال المنتشر يستثمر فيه الملحدون، وهو ناتج عن قراءة جزئية ضيقة سائدة عند المتدينين في تعاملهم مع نصوص الهداية ومشيئته عز وجل. نعم، الله يهدي من يشاء، ولكن هناك شرط مسبق وموانع أيضا للهداية حددتها الآيات. الشرط الأول وربما الوحيد هو الجدية في البحث عن الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين بذلوا جهدا جادا للوصول إلى الهداية. لكن هذا ليس كل شيء، ثمة موانع الهداية حددتها النصوص القرآنية أيضا.
في مواضع عديدة. الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الكافرين. الظلم سواء كان ظلما للآخرين أو لنفسك أو الأمور بصورة عامة، الظلم يجعل المقاييس غير متوازنة، يعلمك الانحياز دوما لجهة ما دون وجه حق، وهذا يتنافى فورا مع آلية الاهتداء التي تتطلب قدرا من النزاهة يجعلك تتحمل نتائج ما وصلت إليه. الفسوق يمنع عملية الاهتداء أيضا، لأنه ببساطة يجعلك عازفا عنها وعن كل ما هو جدي ونافع حقا، يربطك بمجموعة غرائز ومتع صغيرة ويجعلها محور عالمك وحياتك، كل ما يتطلبه الاهتداء من جدية والتزام ودأب. الكفر هنا هو بمعناه العام الذي يجعل من الإنسان يتخذ موقفا مسبقا رافضا معاندا لله عز وجل بالمطلق، إنه الموقف الجاحد الذي لا يرى أي هامش للتواصل مع الإيمان بالله عز وجل، وبالتالي للرضوخ له. هذه الموانع الثلاثة الهداية لو أزيلت، ولو كان هناك الشرط الأول الجدية في البحث عن الهداية، لكان ممكن جدا أن تحدث الهداية. وفق هذا الفهم لا تبدو نصوص الله يهدي من يشاء فيها إشكالية كبيرة. ثالثا، سؤال العدالة. السؤال قائم على تفاوت كبير في ظروف الناس بين أشخاص يولدون في ترف ويسر شديدين ويبدو كل شيء متوافرا لهم منذ اليوم الأول في حياتهم، وبين ظروف شديدة العسر على كافة الأصعدة. التفاوتات بين البشر تولد حتما فوارق بينهم، وهذه الفوارق تؤثر في أدائهم بلا شك. يسألون أين العدالة في كل ذلك؟ لكن من قال أن الحياة يجب أن تكون عادلة؟ العدل ليس هنا في هذه الحياة بل في الحياة الآخرة. الله لم يقل قط أن العدل سيكون هنا. هذه الحياة امتحان، ولكن صيغة الامتحان لا تجعل من الأسئلة موحدة وموجهة للجميع في ظروف واحدة، بل هي أقرب إلى صيغة الامتحان الشفهي أو الامتحان الذي أعدت أسئلته لكل منا على حدة. الله يحاسب الأفراد فرادى وليس كمجاميع مصنفة ضمن معاصيها. كل نفس بما كسبت رهينة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من تمام العدل الإلهي أن يكون الحكم الآخروي آخذا في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد. الكتاب الذي يحصي كل صغيرة وكبيرة لا يضم أفعالنا بمعزل عن ظروفنا، بل معها وضمنها. عندما يكون الامتحان دراسي شفهيا فإن الأسئلة قد تتفاوت من طالب لآخر. الطالب الذي يأتيه سؤال سهل سيحاسب غالبا من قبل ممتحنيه على كل تفصيل. السؤال سهل والكمال فيه أسهل، لذا فالتدقيق على إجابته يبدو منطقيا جدا. الطالب الذي يأتيه سؤال صعب الممتحنون عادة ينظرون له بعين أقل محاسبة على الهفوات التي لم يكونوا يفوتونها على الطالب الذي جاءه سؤال سهل. إذا كان هكذا الأمر مع البشر في تقديرهم لظروف بعضهم بعض، فكيف يكون الله الرحيم العادل مطلق العلم والمعرفة؟ حجة القدر للملحدين ناتجة بشكل أساسي من فهمنا نحن للقدر. إذا أردنا أن نبطل الحجة علينا أن نغير فهمنا. الأنتي إلحاد يتطلب ذلك.